السلام عليكم، شلونكم حبايب قلبي؟ يا رب الكل بخير وصحة وعافية. اليوم حبيت أقدم لكم وصفتين بهذا الفيديو. المحلبي بالكريمي يجيب طعم هواية طيب، وأيضا عندنا زنود الست بطريقة جدا سهلة. فخلينا نشوف المقادير وطريقة العمل. هنا أحتاج كوبين مليانة من السكر، سواء كوب القياس أو قلاص عادي، لكم الاختيار. وكوب ونص من المي، ندير كوب ونص من المي حتى تعقد براحتها. وأيضا بالنسبة للنكهة راح نحتاج ظرف من الفانيلا وعصرة ليمون حتى ما تشكر ويانا. نخلي الليمونة همينة تغلي ويا الخليط، نخليها تقريبا شي 10 دقائق 12 دقيقة. هنا بالنسبة لورق البقلاوة أحتاج بالنسبة للزنود الست، وأيضا أحتاج الفانيلا، أحتاج 3/4 الكوب من النشا، نص كوب من السكر، تقدرون تزيدون الكمية أو تقللون منها. وهنا استخدمت الحليب شوية يكون دهين، هافن هم يسموه، يعني نص حليب ونص كريمة حتى ينطفد قوام حلو للحشوة. فرغت 4 أكواب، كوب القياس من الحليب الدسم، وأيضا خليت النص كوب من السكر والنشا والفانيلا. نبدي نخلط على البارد وبعدين نحول على النار. هنا الخلط يكون مستمر لحد ما يبدي يثخن الخليط بهالشكل، يبدي يعني شلون اللي يرسم، هذا يكون قوامه. نخليها شوية تبرد وبعدين نحاول نبردها يعني، وبعدين نفرغها بهذا الكيس الحلواني حتى يكون سهل علينا بالتشكيل. هنا بنشوفون الفقاعات بالشت تبين يعني الثخينة مالت الشيرة، يعني تقريبا يمر عليها 12 دقيقة أو 10 دقائق. فنطفيها نخليها شوية تبرد. هنا من بعد ما دثت الحشوة نفرغها بهذا الكيس البلاستيك. نقطعها من الطرف حتى نبدي نشتغل بيها. هنا عندي سمنة، لكم الاختيار، يا أما الزبدة الحيوانية يطلع طعمها هواية طيب، أو سمنة، أو سمنة وشوية زيت، يعني نكاسرها حسب الرغبة. إذا ما متوفر عندكم نخلي بس الزيت. بالنسبة لورق البقلاوة أو عجينة البقلاوة، هنا أنا طبعا هي مفرزة، طلعتها قبل بيوم من الفريز لحد ما تحل، وهيك يصير قوامها بكل سهولة نقدر نستخدمها. وهذه طريقة الحشوة، نحشيها بهالطريقة بدون ما نخلي بين ورق البقلاوة السمنة. راح نسويها بطريقة سهلة واحترافية. كل طبقتين ناخذ كل طبقتين ونبدي نبرمها. نبرمها بهالطريقة وننزلها بالصينية، هاي تكون جاهزة للتقطيع. وبنفس الطريقة ننزل الحشوة وكل قطعتين ونبرمها. طعمها مثل الجاهز اللي بالسوق وشوية أطيب، لأن انتو مسوينه بإيديكم، هواية طيبة راح تصير.
فأنصحكم تجربتها. هنا نبدي نقطعها الحجم حسب الرغبة. أنا قطعتها بهالطريقة. بالنسبة للحليب اللي استخدمته، إذا ما متوفر عندكم تقدرون تخلون الحليب العادي أو الحليب الباودر وتحلوه بالمي، وبعدين تضيفون علبة قشطة بالنهاية حتى يصير قوامها كريمي وطعمها همينة شوية دسم طيب، يعني مو مثل النشا العادي. هنا سخنت الدهن الحر أو السمنة، سخنتها وبعدين أنزلها قبل ما أدخلها بالفرن. أنا بهالأثناء شغلت الفرن على درجة حرارة وسط، خليتها بالرف العالي حتى تتقرمش وتستوي براحتها، أحسن ما نخليها تستوي بسرعة وتبقى لينة من الداخل، فنخليها على راحتها تستوي. مثل ما تشوفون هذا يكون قوام الشيرة مالتنا، يكون قوامها ثخين حتى ما تعجن ويانا البقلاوة أو زنودست أو أي وصفة احنا مستخدمين بيها ورق الكلاج أو ورق البقلاوة. هذا يكون شكلها من بعد ما قطعناها خليناها بصحن التقديم. طريقة جدا سهلة. بالنسبة للسمنة أو الزيت الزايد تقدرون تتخلصون منه أثناء الشوي، تفرغونه من الصينية من بعد ما تستوي طبعا وتاخذ استواء كامل. هنا عندي لتر من الحليب، وعندي أيضا نص كوب من النشا، نص كوب من السكر. هاي بالنسبة للمحلبي. عندنا رشة من الهيل، وعندنا أيضا كم حبة مستكة. المستكة هيك تصير شكلها، طبعا هي تفرق عن العلج المر أو العلج بستر، تفرق هواية. وهنا عندي هاي القشطة العلبة، راح تعطيها فد نكهة طيبة وقوام كريمي. بالنسبة للعلج أو المستكة راح تعطيها نكهة هواية طيبة، شون الموطة العربية أو الآيس كريم العربي. دقيتها بهالطريقة، راح نخليها بالخليط. إذا ما متوفر عندكم تقدرون تخلون الفانيلا أو الهيل فقط. هنا عندنا هذا نص كوب من النشا، نبدي نخلط. خليناها بالبداية على نار عالية، وبعدين شوي شوي نوطيها. بس شوية تثخن ننزل القشطة، تحريك مستمر لحد ما توصلون للقوام المناسب. المهم تنمزج هذه المواد كلها مع بعض. المفروض نحضر الكاسات اللي راح نصب بيها المحلبي، تكون قريبة علينا. هذا يكون قوامه جدا طيب، أتمنى تجربوا. ونفرغها بالكاسات. هذا يكون شكل النهائي. أتمنى تعجبكم هاي الوصفة، يا ريت تشاركوها بين الأصدقاء. أكون ممنونة من عندكم حبايبكم. في أمان الله.